الشرشاب. سيد العزيز، أهلا بك. رؤيتكم لخطوات مكافحة الأمية، هل ترونها تحقق النتائج المرجوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا. ابتداء، مشكلة الأمية هي تعتبر مشكلة تنموية، اليوم كل العالم يتعامل معها بهذا السياق. نعم. ولذلك لجنة التربية في مجلس النواب العراقي طرحت مشروع قانون محو الأمية في يوم 7/9/2011 وتم إقراره كقانون، وكان هذا الإقرار في اليوم العالمي لمحو الأمية. نعم. وكان هذا محل ارتياح للحكومة العراقية ومحل ارتياح للمنظمات الدولية بكونها رسالة جدية لمحاربة هذه الظاهرة في هذا اليوم. نعم. وبالتالي انطلقت وزارة التربية لإكمال كل هياكلها الإدارية، ومجلس النواب من جانبه أقر في موازنة عام 2012 مبلغ 28 مليار دينار. نعم. وبعد أن اكتملت كل الإجراءات والهياكل الإدارية انطلقت هذه الحملة يوم 16/10/2011. وكما تعلمون هذه الحملة تتكون على مرحلتين، مرحلة أساس 7 أشهر ومرحلة تكميلية 7 أشهر، وبالتالي الدارس يكون يحصل على شهادة الرابع ابتدائي لينطلق إلى تكملة دراسته. اليوم هناك أكثر من 500 ألف دارس استوعبت مراكزنا، بدأت في 376 ألف ثم تزايدت الأعداد وأصبح اليوم بحدود 500 ألف دارس، وبمعدل أكثر من 4500 مركز للدارسين. وأنا أعتقد الأمور تسير بشكل جيد، إقبال جيد، المناهج اكتملت وتم توزيعها. زرنا أغلب هذه المراكز وكان هناك تشجيع. أنا أعتقد وفي هذه الأيام العطرة، في أيام ذكرى الرسول الأعظم المعلم الأول، لابد أن نحث الخطأ باتجاه إنجاح هذه الحملة، سيما أن هذه الحملة هي لا تنجحها الحكومة فقط، وإنما ينجحها تعاون المجتمع والحكومة. ونحن لدينا رصيد كبير ونقاط قوة كبيرة في أن تكون هذه الحملة ناجحة، لأننا نمتلك إرث كبير وحضارة كبيرة ودين عظيم يوصي بالعلم، ورسول أعظم يوصي أيضا بالعلم والتمسك بالعلم، من أجل أن يكون الإنسان العراقي إنسان قائد لعملية التنمية، لأننا كما قلنا الشخص الأمي سيد عادل، لو سمحت لي، يعني بالمقابل هل بإمكان المدارس أو المؤسسات التربوية أن تعمل على استيعاب الأعداد الخاصة بمستفيدي محو الأمية، أم تحتاج إلى توسيع أو اندماج؟ لا، المدارس كافية لأن تستوعب هكذا أعداد. كما تعلمون أنه الأعداد موزعة على عموم العراق، ونحن نعتقد أنه في هذا العام إذا استوعبنا 500 ألف دارس نكون ضمن الخطة المقررة، لأن كما تعلم لدينا شراكة مع الأمم المتحدة واليونسكو، وتم توقيع استراتيجية في هذا الإطار، وكانت هذه الاستراتيجية فقط ينقصها الجانب التشريعي، وتم إقرار هذا القانون. وبالتالي احنا إذا استوعبنا في هذا العام 500 ويكون استيعاب على مدى كل عام 500 نكون أمام رقم مريح وسيطرة كاملة لكي نستطيع استيعاب كل هذه الأعداد اللي موجودة. وبالتالي أعتقد أن البداية كانت جيدة وموفقة، وما علينا إلا إدامة هذا الزخم من خلال الدعم المتواصل. ومجلس الوزراء أيضا شكل لجنة لدراسة كيف أن يدعم الدارسين، ولجنة التربية من جانبها أيضا قدمت مقترحات للجنة المالية لهذا العام، لأن في هذا العام مخصص في موازنة 2013 50 مليار دينار. وبالتالي أضف إلى ذلك قدمت لجنة التربية مقترحات كيف نستطيع أن ندعم الدارسين وأن نحقق لهم ما يجب أن يكون. وأنا أعتقد لحد الآن الحملة جيدة والتعامل جيد والتعاون معنا من قبل المجتمع جيد. وزرنا هذه ووجدنا هناك تفاني أيضا، لابد لي أن نشير هنا إلى الكادر التدريسي، هناك تفاني موجود والإشراف التربوي، وبالتالي الأمور أعتقد تسير بالاتجاه الصحيح. ولكن لابد من متابعة هذه الحملة، ولابد أن يستمر الدعم المتواصل، لأنها حملة وطنية كبرى، حملة تستهدف شرائح مهمة من هذا المجتمع، وبالذات الشرائح النسوية. من الناصرية رئيس لجنة التربية النيابية عادل شرشاب، شكرا لكل ما تفضلت به.